هل أنت شخص بتحب النظام والّا بتحب العشوائية؟ بتحب تنطلق في الحياة بكل طاقة وحماس ونشاط والّا تحب تبقى راسي وهادي أكتر؟ تعرف قد إيه عن نفسك؟ وهل تحب تعرف نفسك أكتر؟ لو مهتم جاوب على ال5 أسئلة اللي جايين دول، وهاقول لك ده إزاي ممكن يساعدك. السؤال الأول، لمّا بييجي لك خبر سعيد بتشاركه مع كل حد وأي حد والّا بتشاركه بس مع الناس القريبين منك؟ 2، لمّا بيبقى عندك presentation أو deadline مهم، بتقلق وبطنك بتكركب والّا بتبقى رايق وفريش ومش في دماغك؟ 3، لمّا بتشوف لوحة فنية في متحف، بتقعد تتأمل في جمالها وشكلها والّا بتسأل هي دي جابوها بكام مليون؟ 4، لمّا حد بيطلب منك حاجة وأنت مش قادر، بتقول حاضر ونعم وبتعمل في الآخر اللي هم عايزينه والّا بتعرف تحط حدود؟ وآخر سؤال، لمّا بيبقى عندك سفرية، بتقعد تخطط وتنظم لكل تفصيلة في السفرية دي والّا بتطلع بقى وتسيبها زي ما تيجي، تيجي؟ الأسئلة دي مش أسئلة عشوائية، ال5 أسئلة كل سؤال منهم بيعكس سمة من 5 سمات أساسية موجودة عندنا كلنا ولكن بدرجات متفاوتة. السمات دي موجودة في نظرية اسمها نظرية السمات ال5 الكبرى للشخصية، والسمات دي هي الانطلاق، التحسس، الانفتاح، اللين، الانضباط. ال5 سمات دول لما بنعرف مستوانا في كل سمة منهم بنقدر نفهم نفسنا أكتر، وبالتالي نقدر نسمي طبيعتنا وميولنا التلقائية في تفاعلنا مع العالم بشكل أسهل وأريح. لو عايز تعرف عن السمات دي أكتر اعمل لنا فولو علشان تشوف فيديوهاتنا اللي جاية، ومتنساش تدعي لإخواتنا، وبس كده. سلام.